السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله بنتكلم في درس جديد ولسه مكملين معانا في الطرق بتاعة الأنتي ديتكشن. كنا اتكلمنا وقلنا إن إحنا عندنا كذا طريقة بنتعلم بيها إزاي نبقى ما ناخدش بلوك، إزاي ما الموقع من الآخر ما يقفشناش. واتكلمنا في الدرس الأول عن موضوع اليوزر ايجنت. لو ما شفتوش انت لازم ترجع تشوف الفيديو، لان احنا معانا التكنيكس اللي بنقولها دي والطرق اللي بنعلمها لك. انت ما بتستخدمش طريقة واحدة، انت في مواقع ممكن توصل معاك ان انت تستخدم كذا طريقة. يعني احنا النهاردة هنتكلم عن البروكسي وهنشرح كل حاجة ليها علاقة بالبروكسي، بس في مواقع انت ممكن تستخدم فيها ان انت تغير اليوزر ايجنت بتاعك وان انت كمان تستخدم البروكسي. فهو الدروس اللي احنا بنشرحها مش مجرد دروس منفصلة عن بعض، لا بالعكس هي بتكمل بعض لغاية اما نوصل ان احنا الكود بتاعنا يكون قوي وما ايه وما يحصلوش ديتكشن زي ما احنا ما بنقول. في الدرس اللي فات احنا استخدمنا اليوزر ايجنت، النهارده هنعرف يعني ايه بروكسي. تمام. اول حاجة دلوقتي نفترض ان احنا بعتنا للسيرفر 1000 ريكوست. ال1000 ريكوست دول حتى لو هم مبعوتين ب1000 يوزر ايجنت مختلف هيبقى في سنة سكيورتي ناقصة، الا وهي ايه؟ ان الريكوستات دي جايه من نفس الاي بي. يعني على عيني وعلى راسي، انت رحت استخدمت تكنيك اليوزر ايجنت بشكل كويس جدا، واللي هو بينفع اصلا في معظم المواقع. بس في مواقع السكيورتي بتاعتها والتيم السكيورتي والويب سكيورتي بتوعها قوي جدا جدا جدا. يقول لك مش بس كده، مش بس انا هروح على الموقع وابعت له 1000 يوزر ايجنت مختلف، يعني انا بعت لك 1000 بطاقه تعريفيه مختلفه بس بنفس الاي بي بتاع الجهاز بتاعي. ما هو الاي بي بتاع الجهاز مش هيختلف، بس هو شاف ان ان جايه من اي بي واحد. هيعمل ايه؟ هيديك بلوك. هيديك بلوك. طيب الحل هنا ايه؟ انا هسيبها لخيالك. انا قلت لك ان انا بعت من نفس الاي بي 1000 يوزر ايجنت مختلف. احنا هنا عايزين نعمل ايه بالظبط؟ عايزين نغير الاي بي. ايه بقى اللي هيغير الاي بي؟ البروكسي. طيب هو يعني ايه اي بي الاول؟ اي بي ده ان انت عندك كل جهاز ليه اي بي مختلف. يعني انت الجهاز بتاعي مختلف، الاي بي بتاعه عن الجهاز بتاعك مختلف، الاي بي بتاعه عن الجهاز بتاع صاحبك محمد. تمام. البروكسي هو اللي بيوفر لنا الموضوع ده. هو عبارة عن وسيط، هو عبارة عن المحامي بتاعك. بمعنى انت دلوقتي هنا اهو، ده انت. خلينا نكبر الخط شوية، نكبره شوية. ده انت. تمام. اعمله كده. انت اهو عايز تروح تكلم الموقع. انت في الطبيعي بتبقى كده، بتروح تكلم الايه؟ الويب سايت. ان شاء الله على الخط. تمام. من غير اي وسيط، مفيش حاجه في النص. اللي بيقدمه لك خدمه البروكسي ان هو بيقول لك لا، ده مش انت اللي باعت، ده اللي باعت اي بي مختلف خالص من مكان مختلف خالص. مش انت الاي بي بتاعك. يعني هنا اهو، ده البروكسي. ده كده البروكسي، وسيط في النص. الريكوست بتاعك بيطلع بيروح عليه اكنه جهاز تاني باي بي مختلف، وبعدين يروح رايح للويب سايت. والله ده انا مش محمد، ده انا جون اللي عايش في كندا، اللي عايش في ولاية كذا، مش محمد اللي طالع من مصر ورايح يعمل ريكوست على الويب سايت ده. طب ما تخليني اوريك رسم بياني اكتر يشرح الموضوع ده. هنا اهو مثلا، ركز لي في الصورة دي، تشرح نفس الحاجة. انت الجهاز بتاعك اهو، المفروض الطبيعي ان مفيش يبقى بروكسي في النص. هو الجهاز بتاعك ده هيروح على الموقع اللي انت عايزه على طول، على الانترنت على طول. بس خدمة البروكسي اللي في النص ده، السيرفر ده بيهيأ لك ايه؟ قال لك هنا اهو ماسك اي بي ادرس، يعني بيغير الاي بي بتاعك. اتنين، بيباي باس البلوكس اللي موجودة وبيأمن الداتا اكتر، لانه هو مش عارف انت جاي منين، هو مش عارف الجهاز اللي طالع منه فين، فبالتالي مش هيديك البلوك. اي صورة هنا هتلاقيها بتشرح نفس الحاجة. ان انت لو جيت هنا، نفس الحوار، الجهاز بتاعك
المفروض الطبيعي ان هو يروح على الانترنت على طول، بس قبل ما يطلع لا، ده في بروكسي، ده في خدمه انا استخدمتها في النص، عرفت اللي قدامي ان الاي بي ده مش بتاعي، ان هو راح باي بي مختلف، الاي بي بتاع الجهاز بتاعي، حتى لو انا غيرت اليوزر ايجنت بس الاي بي واحد. في مواقع السكيورتي بتاعها زي ما قلت لك بيقفش الموضوع ده، مش كل المواقع، بس انا بكلمك ان انا دلوقتي عايزك ايه، تعرف كل حاجه، بحيث ان انت ما يحصلكش اي ديتكشن باي حال من الاحوال. تمام لحد كده؟ تمام. طيب هل البروكسي ده ليه نوع واحد ولا كذا نوع؟ والله خلينا نشوف تايبس اوف بروكسي هنا. قال لك والله اشهر انواع البروكسي الموجوده ثلاث انواع. رقم واحد هو البابليك، البروكسي الفري اللي موجود على النت والشركات بتقدمه بشكل مجاني. طيب تاني واحد هو الداتا سنتر بروكسي، وهنعرف يعني ايه. تالت واحد وده اغلى واحد فيهم وهو ايه؟ الريزيدنشال بروكسي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ وايه اللي يخليني ممكن استخدم اول واحد او تاني واحد او تالت واحد او الانواع التانية برضو اللي انا هقولها لك دلوقتي؟ يعني انا برضو في مخطط هنا كنا عاملينه بيشرح انواع زياده من البروكسي، زي في حاجه اسمها موبايل بروكسيس واي اس بي بروكسيس، ده اللي هو الاستاتيك ريزيدنشال واديشنال تايب. برضه هقول لك يعني ايه الكلام ده، ما تتخضش يعني، موضوع بسيط، انا اكبر بس الصوره دي شويه. ماشي. خلينا نشوف اول نوع. اول نوع عندنا اللي هو ايه؟ هو البابليك، هو الفري اللي الشركات كلها بتقدمه. ده مشكلته حاجه، المشكله بتاعته ان المواقع الكبيره والمواقع اللي انا بدخل عليها بتبقى عارفه البابليك ده. ليه؟ لان هو منشور على النت، هو فري، هو موجود قدامك، هو من الاخر قتل بحثا. مش هو في حاجات كده بتبقى من كتر ما هي متوفره بيبقى بيتقالك عليها ان هي قتلت بحثا؟ يعني انا دلوقتي شركه زي امازون، تمام، شركه كبيره جدا، تيم السكيورتي بتاعها قوي جدا، فطبيعي ان يكون على البلاك ليست بتاع الشركه دي كل البروكسيز الفري اللي موجوده على النت كله. ليه؟ لان هم عايزين يامنوا نفسهم بشكل كويس. فبتبقى البروكسي ده بيبقى بطيء جدا، ممكن ما يشتغلش معاك. هو كده كده بص هنا كاتبها لك ان هو واخد بان على المواقع الكبيره، واخد بان على المواقع الكبيره. ممكن تجرب، وممكن ان انت دلوقتي انت مش متوفر معاك ان انت تشتري خدمه بروكسي، فانت تعمل ايه؟ فانت تجرب باستخدام الموضوع ده. ماشي. فقلنا اول نوع ان هو بيبقى فري، متاح ليك بشكل 100%، بس معظمه بيبقى مستخدم. هل ان انا خلاص كده انت بتقول لي طالما هو مستخدم يبقى انا كده ما استخدموش او ما اعملش بيه حاجه؟ اقول لك لا، انا ما قلتش كده خالص. انت تستخدمه عادي، بس ممكن ما ينفعش معاك في المواقع التقيله، في المواقع الكبيره. تمام، بس ممكن تستخدمه للمواقع المتوسطه عادي والمواقع الصغيره. وكده كده اصلا احنا المواقع المتوسطه والصغيره ممكن ما نحتاجش فيها اي خدمه من دول في حته الانتي ديتكشن. ماشي. طيب تاني حاجه الداتا سنتر. يعني ايه الداتا سنتر؟ الداتا سنتر دي هي عباره عن سيرفرات، هي عباره عن سيرفرات جايه مثلا من شركه زي جوجل، شركه زي كلاود، شركه زي اي دبليو اس. مميزاتها ايه؟ ان هي رخيصه جدا وسريعه والدنيا فيها تمام. بس برضه فيها مشكله، ان هي ممكن يحصل لها ديتكشن. ان هي ممكن ايه؟ ممكن يحصل لها ديتكشن. بس بص هنا كاتب لك في الاخر هي ممكن تنفع للمواقع الصغيره اللي هي المواقع اللي مش كبيره قوي، وتنفع معاك في المواقع المتوسطه كمان. ثالث نوع وهو الايه؟ الريزيدنشال بقى. ده بقى لا تقول لي فري، ولا تقول لي داتا سنتر، ولا تقول لي اي حاجه، دي مستحيل. مش حاجه مستحيل، بس بنسبه 99% مستحيل الموقع يتعرف عليه. ليه؟ لان من الاخر انت بتدفع عليها فلوس، وانت عارف ان الخدمه اللي هتتقدم بفلوس وهتروح تاخدها من موقع هيقدمها لك بفلوس، هو عارف كويس قوي ان الخدمه دي لو مش شغاله هو مش هيكسب. فهي بتبقى ريل اي بي ادرس جاي من ناس حقيقيين بقى. الكلام ده جاي من ايه؟ من ناس حقيقيين، بمعنى ان انا دلوقتي محمد، انا فعلا اما ابعت الريكوست بتاعي باستخدام
البروكسي اللي انا جبته اللي هو نوعه ريزيدنشال بروكسي، هو هيطلع عندهم باسم آه، مثلا عبد الكريم اللي قاعد في السعوديه، هو فعلا هيطلع كده. مش مجرد ان هو هيطلع من زي الداتا سنتر مثلا، ان هو هيطلع من شركه زي امازون، هيطلع لهم هيظهر عندهم ان الريكوست ده جاي من شركه زي امازون، جاي من شركه زي جوجل، زي جاي من شركه زي كلاود، جاي من السيرفرات بتاعت الشركات دي. ده الداتا سنتر. انما الريزيدنشال لا، هو رايح من بني ادم حقيقي، من الواي فاي بتاعه الحقيقي، من الخدمه بتاعته الحقيقيه. طبعا ده حاجه قويه جدا جدا جدا، وخدمه قويه جدا، علشان كده هي بفلوس. الجيجات بتاعتها بتتحسب بفلوس. تمام. أه هتيجي تقول لي طيب دلوقتي انا عايز اروح اعمل مثلا سكرابنج لشركه كبيره زي فيسبوك، انت كده قفلتها في وشي. انت بتقول لي ان انا محتاج ان انا استخدم البروكسي في المواقع الكبيره اللي زي امازون، اللي زي فيسبوك، اللي زي الكلام ده كله. اقول لك لا، احنا ممكن من غير ما نستخدم البروكسي ده ان احنا نعمل سكرابنج للمواقع دي. بس باختلاف ايه؟ باختلاف طريقه السكيورتي اللي احنا هنعمل بيها الكود بتاعنا. ان احنا هندمج يوزر ايجنت مع ادوات تانية تخلينا ان احنا نستغنى عن فكره البروكسي ده. ده هتقول لي يعني الحل موجود، هقول لك طبعا موجود، احنا هنا بنقدم لك كل الحلول. طب انت ليه بتشرح لي البروكسي؟ اقول لك علشان انت كويب سكرابر لازم تكون عارف يعني ايه بروكسي، ولازم تكون عارف يعني ايه تستخدمه، لان انت هيجي عليك يوم من الايام اللي انت هتحتاج تستخدمه فيه. طيب هتعلمني الطريقه التانيه امتى ان انا اسحب من المواقع الكبيره باستخدام طرق تانيه بس وفالid برضه وفعاله؟ هقول لك احنا هنروح من بعض فين. هينزل لك كورسات، وهينزل لك فيديوهات بتشرح لك آه، السكريبت بتاع المواقع دي خطوة بخطوة، في سلسلة فيديوهات هنعملها كده. هيبقى اسمها الريل ويب سايت سكرابنج. هنشرح فيها كل موقع مشهور او كل موقع كبير ازاي نعمل له سكرابنج باستخدام الطرق بتاعتنا مجانا من غير ولا فلوس. وهعلمك برضو ازاي تستخدم البروكسي فيه. فانت هنا في الكورس ده بنعلمك كل حاجة، بحيث ان انت مفيش حاجة تتقال قدامك كده وما تبقاش عارف. تمام. من ضمن الانواع التانية برضو اللي موجودة في البروكسي، عندنا حاجة اسمها الموبايل بروكسي. والموبايل بروكسي دي بتبقى زيها زي الريزيدنشال. هي غالية شوية. المشكلة ان هي غالية شوية زيها زي الريزيدنشال، وبتقدم تعتبر نفس الخدمة. هي احسن حاجتين بتقدم خدمة هي الموبايل بروكسي والريزيدنشال بروكسي، بس الاثنين بفلوس طبعا. وفي بقى الاي اس بي. ودي هي عباره عن زي ما تقول كده ايه، دمج ما بين الريزيدنشال بروكسي والموبايل بروكسي. مش هطول في الحته دي علشان ما اطولش عليكم. بس احنا كده عرفنا آه، كلام نظري بيعرفك يعني ايه هي البروكسي ده، ويعني ايه بنستخدمها وازاي بنستخدمها والكلام ده. طب ما تيجي نشوف شكلها، علشان احنا ما شفناش شكلها، صح؟ ما شفناش شكل البروكسي ده بيبقى عامل ازاي. خلينا نبحث في جوجل هنا، بسيطه خالص. لا لا، ارجع. الكل اهو. بص هنا مثلا، نشوف ده اهو. نشوف كده الكلام. ابص هنا، دي شركات بتدفع ان انت تدفع قصاد البروكسي. بص كله هنا بتدفع له. طب ما تخلينا نقول البروكسي ده فري. صح ده كده؟ طبعا عربي. فري بروكسيز. هنا اهو اي موقع بروكسي، شوف كنا بنتكلم عليه. الاي اس بي، الريزيدنشال، الستاتيك ريزيدنشال. بنكلمك على كل حاجه. يعني انت هنا دخلت، نفترض مثلا ان انت اخدت الفيديو بتاع البروكسي وعرفت هو بيتكلم عن ايه، ودخلت على موقع زي ده. تمام. هتبقى عارف طبعا. هتبقى عارف يعني ايه ريزيدنشال، عرفت يعني ايه اي اس بي، عرفت يعني ايه روتيتنج اي اس بي. بمناسبه حته الروتيتنج دي، حاجه مهمه جدا جدا. دلوقتي انا زي ما قلت لك ان البروكسي بيختلف زيه زي اليوزر ايجنت، وانت بتعمل حاجه اسمها روتيتنج. ما احنا اتعلمنا حته الروتيتنج دي جوه الكود، ان احنا بندخل جوه الكود ومثلا بنعمل روتيتنج لليوزر ايجنت، بحيث ان هو مع كل ريكوست يجيب يوزر ايجنت مختلف. هل في حته البروكسي ان هو مع كل ريكوست هيجيب بروكسي مختلف؟ الاجابه هي بس باختلاف حاجه. دلوقتي نفترض ان انا بعمل لوجن على موقع، واستخدمت في اللوجن ده ن- نوع بروكسي معين او سطر بروكسي معين. هل في الحاله دي انا هحتاج ان انا اعمل مع كل ريكوست بعد ما اعمل لوجن
اعمل روتيشن في البروكسي؟ الاجابه هي لا طبعا، لان انا لو عملت روتيشن في البروكسي هيغير لي السيشن، وبالتالي طالما غير لي السيشن يبقى هيغير معايا اللوجن، هيعمل لي لوج اوت. مش انت جوه لو غيرت السيشن بتاعتك الموقع مش هيتعرف عليك وهيعمل لك لوج اوت، وهتحتاج ان انت تعمل لوجن تاني. فدي هي بقى طريقتك كبروجرامر، ان انت تعرف امتى تستخدم البروكسي ان هو يعمل روتيتنج مع كل ريكوست لو انت مثلا مش عامل لوجن. انما انت لو عامل لوجن فانت محتاج ان انت تثبت في الحالة دي نوع بروكسي واحد ان انت تستخدمه في حالة اللوجن ده، وبعد ما تخلص اعمل روتيتنج عادي. ماشي، انا بس بوريكم هنا انواع البروكسي بيبقى شكله ازاي قبل ما اعلمك ازاي تستخدمه في الكود. بص هو بيبقى بالمنظر ده: بروتوكول واي بي ادرس. دي طبعا كلها بروكسي فور فري. النوع الاولاني اللي كنت بكلمك عنه متاح لكل الناس. آه، مشكلته بس زي ما قلت لك ان هو انت المواقع بيبقى عندها بلاك ليست بيه، وكمان هو سهل ان هو يحصل له ديتكشن طبعا، وفي حاجات فيه ما بتبقاش شغاله. بس فانت جرب بقى، يعني انت ممكن مثلا لو ده بيك الحال خالص وخلاص هتستخدم بروكس وهتستخدمه فري، تجرب بقى مره ان انت تاخد الاي بي ده مع الاي بي ده تعمل ليست بيهم. طيب عشان ما اطولش عليك خلينا نروح للكود بتاعنا ونتعلم ازاي نعمل بروكسي في الكود. تمام، هنروح نعمل فايل بايثون. تمام، هنسميه مثلا ايه، بروكسيز دوت بي واي، نشرح فيه. انا بقى نقفل الباقي ده خالص مش محتاجينه، ده كان اليوزر ايجنت. طبعا الكود ده موجود في الفيديو بتاع اليوزر ايجنت. طيب الموضوع هنا بيمشي ازاي؟ اول حاجه احنا هنimporت مكتبه ريكوستس طبعا، اللي هي بنعمل بيها الريكوست على اي موقع. يعني انت من غير مكتبه ريكوستس دي انت مش هتبقى ويب سكرابر من الاخر، يعني لان هي اللي بتعمل لك الريكوستات على كل المواقع. تمام، وهنimporت طبعا راندوم. طبعا انت مستحيل هتسالني راندوم هنستخدمها في ايه، ما انت عرفت خلاص ان احنا بنعمل روتيشن وان احنا بنختار عشوائي من لستة البروكسيز اللي بتبقى موجوده او لستة اليوزر ايجنت، فاحنا بنعمل كده. طيب هنعمل حاجه اسمها بروكسيز بول، ودي بتبقى ليست. ايه هي البروكسيز بول؟ البروكسيز بول دي اللي هنحط فيها البروكسي اللي موجوده عندنا. طيب انت هتيجي تقول لي هل من المنطقي ان انا هروح اشتري خدمه بروكسي او في بروكسي موجود عندي وعايز مثلا اعمل روتيشن ما بينهم، هاجي مثلا هحط 100 بروكسي موجود عندي في الليست دي، هل منطقي ان انا اخدها كوبي بيست؟ اقول لك لا، انا مجرد بديك الفكره بتشتغل ازاي، وانت اصلا لما تيجي تشتغل على الموضوع ده فاكر كنا بنعمل ايه في اليوزر ايجنت؟ بص كده، خلينا نرجع للكود وانا هوصل لك الفكره. فين اليوزر ايجنت؟ اليوزر ايجنت هنا اهو. بص كنا بنعمل ايه، كنا بنجيب from fake user agent import اليوزر ايجنت. دي عباره عن ليست مليانه يوزر ايجنت. هو البروكسي هيبقى بالظبط كده، ان انت لو اشتريت خدمه، لما تشتري خدمه البروكسي دي بيبقى نفس الموضوع، ان انت بتقول له from كذا import كذا، وبتروح جاي مخزنها هنا في فاريبل. تمام، وفي الفاريبل ده انت هتقول له روح لي راندوم عليه. انما احنا هنا عشان بنشرح مثال فانا بقول لك الموضوع بيمشي ازاي، بس انت عارف الطريقه. طيب البروكسي بيبقى شكله ازاي؟ بيبقى شكله كده، بيبقى شكله كده HTTP. تمام، نقطتين فوق بعض دبل سلاش. طب ما تخلينا نجيبه من بيبقى كده ال HTTP نقطة دبل سلاش. وبيبقى يوزر وبس، يعني بيبقى كده، بيبقى يوزر وباسورد بالمنظر ده وبتحط بعدها الايه الاي بي ادرس بالمنظر ده. تمام، دي طريقة البروكس بيبقى بالمنظر ده. طب ما تخلينا نعمل كذا واحد يعني علشان ايه، سوري، خلينا نعمل كذا واحد كده. يا ستار يا رب، بتتعمل ازاي؟ الت شيفت وبتدوس على السهم تحت بيخليك ان انت ايه تنسخ نفس الحاجه. ماشي، خلينا نجيب كذا حاجه، يعني مثلا خلينا نجيب ده، نجيب ده، نجيب ده. تمام، اظن كده كفايه يعني. ماشي، ده بالمنظر ده كده، وده كده، وده كده، واخدين مسافه نرجعها تاني. ماشي. طيب دي الليست اللي هنحصل عليها ايه، اللي هيحصل عليها راندوم. فخلينا نعمل بقى الفانكشن بتاعتنا الجميله، اسمها ايه، get
page with proxy، وهنحط جواها الايه اليو ار ال، لان احنا هنحط الرابط بتاعنا فهو المفروض انه يروح عليه. بنعمل ايه؟ فاكر لما قلت لك ان انت طريقه الفور لوب في اليوزر ايجنت لما تروح على الموقع تجرب مره واثنين وثلاثه عشان لو حصل ان اليوزر ايجنت مش شغال، هنعمل نفس الطريقه هنا، ان احنا هنقول له فور. اكتب يا ابوي فور ان رينج 3، يعني لكل محاوله في رينج 3 دي تعمل ايه؟ هتقول له ان البروكسي، تعمل فاريبل هنا هتسميه ايه؟ هتسميه بروكسي بيساوي راندوم، ان انت هتروح بشكل عشوائي جدا هتختار يعني ايه؟ يعني تشويس من البروكسي بول، من البروكسيز بول اللي موجوده عندي. يعني انت كده هتروح تختار زي بالظبط احنا بنطبق نفس الخطوات اللي عملناها في اليوزر ايجنت. لو انت مذاكر الدرس بتاع اليوزر ايجنت ده كويس مش هتلاقي اي مشكله واحنا بنكتب الكود بتاع البروكسي. تمام. تمام. بعدها تمام هقول له ان البروكسيز بتاعتنا دي ممكن تكون ايه؟ البروكسيز بتاعتنا دي ممكن تكون ايه؟ والله هي ممكن تكون اتش تي تي بي، وفي الحاله دي الاتش تي تي بي هتروح رايح وحاطط بعديه البروكسي بتاعنا، يا اما ممكن تبقى اتش تي تي بي اس، وفي الحاله دي برضو هتروح وتحط بعدها البروكسي بتاعنا. هتقول لي انا تهت منك، انا الدنيا مش متظبطه معايا. هقول لك ليه بس. هتقول لي الخطوه دي لازمتها ايه؟ هقول لك بكل بساطه، مش انت عارف ان احنا عندنا اتنين بروتوكول؟ البروتوكول الاول هو اتش تي تي بي، والبروتوكول الثاني اللي هو اتش تي تي بي اس. تمام. ايه الفرق ما بينهم؟ ان البروتوكول اللي هو الاتش تي تي بي اس هو سكيور اكتر. طيب هتقول لي وانا استفدت كده في ايه؟ هقول لك انت استفدت حاجه كبيره جدا، ان انت ممكن البروكسي اللي عندك يكون اتش تي تي بي بس، فانت هتقول له ان انت لو اتش تي تي بي اشتغل عليه عادي. طب هو لو اتش تي تي بي اس مش هتشتغل عليه؟ هقول له لا اشتغل عليه برضه. انا هنا بكل بساطه بقول له ايه؟ ايا كان نوع البروكسي اللي موجود عندك في الليست اشتغل عليه. تمام لحد كده؟ تمام. نكمل. كده خلصنا ظبطنا البروكسي بتاعنا، نبتدي نعمل بقى الايه الريسبونس بتاعنا. طبعا انا عارفك انت اول ما تروح رايح شايف كلمه الريسبونس دي قلت بس يبقى احنا هنستخدم مكتبه الريكوست بتاعتنا. اقول لك برافو عليك، احنا هنستخدم مكتبه ريكوستس فعلا. هنقول له ايه؟ جيت، هنحط فيها ايه؟ اليو ار ال بتاعنا. هنحط فيها ايه؟ هنقول له ان البروكسيز بتساوي البروكسي. تمام، ان البروكسيز بتساوي البروكسي. في حاجه تانية هتقول لي اه انا فاكر ان انت كنت عملت حاجه اسمها تايم اوت. هقول لك اه احنا ممكن نحط هنا تايم اوت 10 مثلا، ان احنا هتجرب المحاوله الاولى ان انت رايح تعمل جيت على الموقع 10 ثواني ما اشتغلتش معاك، جرب محاوله تانية. طيب دي بتتعمل على اساس ايه؟ على اساس سرعه البروكسي وسرعه النت عندك. لو انت سرعه النت عندك قويه فانت ممكن تقلل التايم اوت ده. لو انت سرعه النت عندك مش تمام ممكن تكتر عدد وقت التايم اوت ده. فهو هنا 10 ثواني انا شايفها مناسبه جدا ومتوسطه بالنسبه لسرعه النت اللي بتبقى موجوده. تمام. هنعمل حاجه بقى، هو مش ممكن ال اسمه ايه ان هو يروح البروكس ما يكونش شغال، واحتاج ساعتها ان انا اكمل او ان انا اغير الموقع او ان انا اغير البروكس اللي موجود عندي؟ فانا هعمل اف كونديشن، هقول له اف ريسبونس دوت ستاتس كود بتاعتي بتساوي ايه؟ 200. يبقى انا كده الموقع عندي شغال وان البروكس اللي هو خده تمام. هتريتيرن البروكس، هتريتيرن الايه؟ هتريتيرن الريسبونس عادي خالص. انت ولا كانك عملت حاجه، انت مجرد ان انت عملت تشيك، ان انت شفت الستاتس كود بتاعت الريسبونس بتاعتك بتاعت الموقع بتاعتك، رحت عملت جيت لقيتها 200، انت تمام. اكيد مش هتسالني يعني ايه 200، انت خلاص انت راجل عارف، انت راجل جاي من واخد الكورس كامل وعارف ان احنا عندنا الستاتس كود بتاعت المواقع 200 404 303 304، الكلام ده كله انت عارفه. تمام. طيب افرض بقى هو غير كده، افرض هي مش 200، يبقى هقول له ايه؟ ال اف، ولو فاكر ان ال اف ده انت بتحط كونديشن تاني مع الكونديشن. لو الريسبونس دوت الستاتس كود مثلا طلعت بتساوي 403، الموقع مش هيفتح معاك.
او الريسبونس دوت ستاتس كود طلعت معاك بتساوي 429، برضه من ضمن الحاجات اللي هي كده مش شغاله. يبقى كده البروكسي حصل له ايه؟ البروكسي حصل له بريفنشن، البروكسي اخد بلوك. هتعمل ايه؟ هتقول له كونتينيو، جرب البروكسي اللي بعده. باختصار، ايه هي الاف كونديشن اللي احنا عملناها دي؟ الاف كونديشن اللي احنا عملناها مجرد ان احنا قلنا له ان انت هتروح تجرب البروكسي الاولاني، لقيت الستاتس كود بتاعتك 200، رجع لي الريسبونس بتاعي عادي جدا وكمل لي الكود، يبقى انا كده اشتغلت كويس. هتروح تجرب الاولاني، لقيته مش شغال، طلع 403، طلع 429، طلع ايرور. انت هتعمل ايه؟ كونتينيو. كونتينيو دي معناها ايه؟ ان انا بجرب البروكسي التاني، وتخش على الاف كونديشن وهكذا. طيب دلوقتي انا عايز اشغل بقى الكود بتاعي. هشغل الكود بتاعي كده ازاي؟ هقول له variable، مثلا نفترض ان انا سميته HTML ايا كان اسمه، اقول له get page with proxy اللي هي الفانكشن بتاعتنا، وبكل بساطه هحط له هنا اليو ار ال، لان انا خدت بالك انا عملت ايه؟ انا هنا في الفانكشن قلت له ان انت هتاخد المتغير بتاعك هيبقى اليو ار ال. اليو ار ال هنا اكتبه ايا كان هو ايه، فيسبوك مثلا https www.facebook.com، بس كده، وهيشغل الموقع عندي والدنيا تمام خالص. تمام، وضحت؟ اتمنى الدنيا تكون بسيطه. اتمنى ان مفهوم البروكسي يكون ظهر اكتر. طبعا ايه اللي هيخلي المفاهيم دي تتربط ببعضها؟ البلاي ليست بتاعت المشاريع اللي احنا هنعملها ان شاء الله. آم، هنطبق فيها حاجات اكتر، وهنطبق فيها تكنيكس اكتر. بس لغايه النقطه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي دي، انا شايف ان احنا وصلنا لتقدم جامد جدا جدا جدا. فاضل لنا كمان فيديو عن الفينجر برينتنج، ده برضو من ضمن التكنيكس، وازاي تعدي الكابتشا. تمام، فمش هطول عليكم النهارده، حاسس ان انا طولت شويه بس معلش. الدرس النهارده كان تقيل ومحتاج ايه، معلومات اكتر. فاستنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.